أين طموحنا في سوريا؟ أنا قضيت أكثر من نصف عمري وسخرت حياتي وروحي وكل من معي لإنقاذ هذا الشعب من هذا الظلم الذي وقع عليه، وأعتقد أني مستعد أيضا أن أقدم ما تبقى من عمري حتى أرى سوريا ناهضة قوية مبتدئة. أنا لست مع سياسة الوعود الكثيرة، وإنما أحب أن يرى الناس النتائج بأقل تقدير. أحيانا بعض الوعود تضعنا في قفص الاتهام دائما والناس تحاكمنا عليها، لكن أنا عازم وفريقي وكل من يعمل معي وكل محبين أيضا ليس فقط في سوريا، أيضا في خارج سوريا. أنا أجد محبة كبيرة أيضا من الشعب السعودي، فسوريا كانت نموذج مبهر في أنها قد استطاعت أن تنقذ نفسها بنفسها من بيئة سياسية وعسكرية وأمنية كان من الصعب جدا وفق المعطيات العقلية والمنطقية أن تنجو من هذه المصاعب. فأعتقد أن سوريا أيضا ستنقذ نفسها ببناء نفسها بنفسها إن شاء الله تعالى، ستكون يعني في أعلى المراتب في أقصر وقت إن شاء الله تعالى. اليوم